يا صباح الفل. عاملين ايه؟ وحشتوني والله جدا، وبقالي فتره طبعا ما عملتش لايف ولا اي حاجه. الاجواء مش مساعده، ولكن يعني كان في بس نقطه كده شفتها اليومين اللي فاتوا كنت عايز اعلق عنها سريعا يعني. شايف في انتقادات كتيره بعد الجلسه اللي نزلت عن ما بين كابتن حسين لبيب وما بين اسوريو. انا مش هتكلم على كابتن حسين لبيب تحديدا، يعني انا بتكلم بشكل عام. ايه المشكلة لما المرشحين عن الانتخابات او مرشحين الانتخابات يساعدوا النادي وبشكل او باخر؟ يعني أنا مش فاهم إيه الازمة في كده. يعني كابتن حسين لبيب، كابتن احمد سليمان، استاذ عمرو الجناني، ايا كان يعني مين اللي هيبقى موجود. ايه المشكلة لما الراجل مثلا هنقول ان هو بيروج لنفسه وهيروح يدفع الديون بتاعة النادي، هيروح يعمل يدفع المستحقات المتأخرة، هيروح يدفع الغرامات اللي على النادي. ايه المشكلة في كده يعني؟ يعني الموضوع ده اصلا اتعمل كتير جدا، خصوصا في اسبانيا في بداية الالفينات وفي اخر التسعينات يعني. وكانت ما يسمى الوعود الانتخابية، واللي كان اشهرها طبعا فلورنتينو بيريز مع لويس فيجو. حاجه بتحصل في العالم كله. احنا كجمهور ما يهمناش مين يدفع ومين يساهم ومين ما يساهمش، المهم المشكله تتحل. انا واحد كجمهور المهم عندي ايقاف القيد يتشال في القدم، وايقاف القيد يتشال في اليد، والسله مشكلتها تتحل، والدنيا تمشي في النادي. يعني ده اللي يهمني انا. فلان بقى دفع، فلان قعد، فلان عمل، دي مش بتاع، دي مش فارقه معايا، دي مش قصتي خالص خالص. فليه الهجوم على ان مش عارف ليه وبيدفع بأمارة ايه وبمناسبة وقعد بمناسبة ايه؟ ولو مثلا الكلام ده كان هيتقال برضه، وانا عارف لو كان كابتن احمد سليمان مثلا هو اللي قعد، ليه وبيقعد ليه وبيعمل ايه؟ ايه المشكلة يا جماعة؟ يا جماعة يعني ما يعني الناس انا مش عايز اقول كارهين الخير، يعني ايه المشكله؟ ما الناس تدفع يا سيدي. يا رب يا عم اوعدنا انتخابيا نعمل اللي انت عايزه عشان تنجح، هو عادي. ايه المشكله؟ كل واحد التنافس ما بين المرشحين ده لصالحنا احنا ولصالح النادي، لصالحنا كجمهور يعني، ولصالح النادي. انت يفرق معاك ايه فلان دفع وما دفعش؟ يعني يفرق معاك ايه؟ هل يفرق معاك مين اللي دفع، ولا يفرق معاك ان المشكله تتحل؟ يعني ايه المهم بالنسبه لنا احنا كمشجعين وكجمهور؟ والله انا لو فلان قال لي انا هعمل واحد اتنين تلاته تمام، وهشوف المرشح اللي قدامه يتنافس معاه ويحاول يعلي عليه ويقول لك انا هعمل واحد اتنين تلاته برضه تمام. احنا كجمهور وكزملكاويه احنا مستفيدين، والنادي هو اللي مستفيد. النادي عليه ديون كتير جدا يا جماعه، والوضع في النادي سيء جدا، الوضع في النادي سيء جدا. وقرار ان الانتخابات تبقى في شهر في النص التاني من 10. جميله الانتخابات وكل حاجه، ولكن في حاله شلل تام في الثلاث العاب او الاربع العاب الجماعيه اللي في النادي. المشاكل ما زالت هي مستمرة، الحلول بطيئة جدا، والحلول يعني المشاكل اللي اتحلت قليلة جدا. في ناس طبعا بتسعى، في ناس بتحاول تحل وفي فلوس بتدفعت من بره. يمكن اللايف الجاي ان شاء الله، يمكن يعني خلال يوم ولا يومين هقول بقى تفاصيل كل الجلسات اللي حصلت والكلام اللي اتقال. هشرح كل الحاجات يعني بالنسبه لفرقه الكوره بالذات او بقيه الالعاب الجماعيه هقول بالتفصيل، ولكن انا كنت حابب اعلق على النقطه دي لان انا شايف فيه هجوم انا بشوفه غير مبرر، وانا مش بدافع فيه عن حد، يعني مش بدافع فيه عن كابتن حسين لبيب يعني. مش ده الغرض من الفيديو. الغرض من الفيديو يا جماعه سيبوا الناس المرشحين، كل واحد عايز يساعد بطريقته. ايه المشكله؟ ايه المشكله في كده؟ الناس تدفع، النادي المستفيد. انت كجمهور مالكش فيه بقى مين هيدفع وهيدفع ليه وهيعمل ايه، مش قصتنا يا جماعه، احنا جمهور يعني مالناش دعوه. فاتمنى الناس يعني تدعم الناس اللي هتدفع، مش تدعمها اللي هي تروح تنتخبها. يعني تتكلم عن الناس اللي هتدفع كويس، وتشيد بالفلوس اللي هتدفع او بالمشاكل اللي هتتحل من وراء الحاجات دي. وتاني بقول مش كابتن حسين لبيب بس، لو كابتن احمد سليمان عمل كده، واكيد مثلا بيعمل حاجات ممكن انا يعني ما عنديش علم بيها يعني، ولكن لو حب يساعد اهلا وسهلا. كابتن حسين يساعد اهلا وسهلا. النادي محتاج كل واحد قادر يساعد، وكل واحد قادر يمد ايده ويدفع جنيه. النادي عليه ديون كتير جدا بكل العملات، بالجنيه المصري وبالدولار بكل حاجه. فاحنا يا جماعه في عرض اي حد يساعد. لما نيجي بقى للانتخابات تبقى الناس تقعد، التنافس اللي ما بينهم ده هيبقى لصالح النادي في الاخر. بس هو ده اللي كنت عايز اعلق عليه، وان شاء الله يعني خلال يوم او يومين لايف هيبقى يعني هشرح فيه بقى كل كواليس الفتره اللي فاتت
وايه اللي حصل والاعداد، مين قعد ومين عمل ومين سوى ومين دفع، وهنتكلم في كل التفاصيل ان شاء الله. اشوفكم على خير قريب باذن الله، وسلام.